يعني انت باجي اقعد ساعتين وبعدين انا نايم. انا يعني هتقول ابعد في المكتب. جد جد معايا، جد معايا. ازيكم عاملين ايه؟ في فيديو النهارده هنتكلم عن الطيارة 990 والحادثة اللي حصلت ليها، وهل الحادثة دي كانت بفعل فاعل ولا كانت عملية انتحارية زي ما قالوا، ولا كانت مجرد حادثة طبيعية بسبب بعض الأعطال اللي كانت موجودة في الطيارة. كل ده واكتر هنعرفه النهارده في الفيديو ده. يلا بينا نبدأ فيديو النهارده، بس ما تنسوش تعملوا لنا لايك لو الفيديو عجبكم، وكمان تعملوا لي سبسكرايب في القناة لو اول مرة تشوفونا. ويلا بينا نبدأ فيديو النهارده. في يوم 31 أكتوبر سنة 1999 كان المفروض إن الطيارة رقم 990 من نوع بوينج 767 تقلع من مطار لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت هتتجه لمطار القاهرة الدولي في مصر. الرحلة دي هتستغرق 10 ساعات، وفعلا بعد التجهيز للرحلة تم إطلاق الرحلة يوم 31 أكتوبر الصبح، وفعلا انطلقت الطيارة في رحلتها متجهة لمطار القاهرة الدولي. وبعد شوية عملت الطيارة هبوط في مطار جون اف كينيدي، واللي كان يعتبر رحلتها أو محطتها الأولى، واللي عملت فيه هبوط في نيويورك، وبعد كده تم تزويدها بالوقود وعملت إقلاع مرة تانية في تمام الساعة 1 وشوية كده الصبح. وبعد 25 دقيقة تقريبا بيستقر مستوى الطيارة ل 33 ألف قدم، ولكن بعد دقايق معدودة بينخفض مستوى الطيارة ل 16 ألف قدم، وده اللي كان سبب في الرعب والتوتر على كل الموجودين في الطيارة. الطيار بتاع الطيارة رقم 990 هو الطيار أحمد الحبشي، ومساعد أول طيار هو جميل البطوطي. وافتكروا الاسمين دول كويس لأننا هنحتاجهم شوية في القصة، وهما اللي هيتمحور عليهم أصلا كل الحادثة دي. المهم ان كان معاهم 2 من المساعدين، وهم عادل انور ورؤوف محي الدين، وكان معاهم مجموعة من المضيفين والمضيفات. كان عدد تقريبا طاقم الطيارة 14 شخص، وكان موجود في الطيارة 203 راكب. المهم بعد ما الطيارة حصل ليها هبوط بدأوا ان هم يرفعوا الطيارة مرة تانية ويحاولوا يخلوها ترتفع مرة تانية بمستواها، لحد ما فعلا نجحوا ان هم يرفعوا الطيارة لمستوى 25 ألف قدم. ولكن ده ما دامش لوقت طويل، لأن بعد دقايق معدودة رجعت الطيارة في الهبوط مرة تانية، ولكن ده كان الهبوط الأخير، خصوصا إن الطيارة فقدت المحرك بتاعها الأيسر، ده غير إن سرعتها تقريبا بقت موازية لسرعة الصوت، وتخطت السرعة الآمنة للنوع ده من الطيارات، وهو طيارات بوينج 767. وفجأة وقعت الطيارة في المحيط الأطلسي، وهنا اكتشفوا إن الطيارة اختفت عن الرادارات. علشان كده بدأوا إن هما ينشروا فرق البحث في الجو وفي البر وفي البحر علشان يبحثوا عن الطيارة 990، ولكن ده كله من غير أي أثر. ملقوش أي أثر للطيارة 990 لحد غروب الشمس في نفس اليوم، لما لقت سفينة أمريكية بعض بقع الزيت اللي موجودة في المية، ولقوا كمان بعض الحطام من الطيارة. وفعلا بدأوا إن هما يوسعوا البحث في النقطة دي، ولقوا فعلا بعض أجزاء من الطيارة وبعض أجزاء من جثمان الضحايا. ولما عملوا تحليل الدي ان ايه اكتشفوا ان ال 217 راكب اللي على الطيارة ومن ضمنهم طاقم الطيارة توفوا كلهم. بعد ما تم العثور على الطيارة كان لازم يبدأ التحقيق في سبب سقوط الطيارة، وهل كان حادثة طبيعية ولا بفعل فاعل. علشان كده السلطات المصرية بدأت إن هي تدي مهمة البحث دي لمجلس سلامة النقل الدولي علشان يبدأ في التحقيق في حادثة الطيارة 990. وفعلا بدأ مجلس سلامة النقل الدولي اللي اختصاره NTSB الموجود في واشنطن في البحث في قضية الطيارة رقم 990. وأول تقرير طلعه اتهم فيه جميل البطوطي إن هو السبب في سقوط الطيارة 990، وقال إن الحادثة كانت حادثة انتحارية، وده لأن جميل البطوطي كان عاوز ياخد التعويض أو أهله ياخدوا من بعده التعويض ومبلغ التأمين علشان يقدروا إن هم يعالجوا بنته بعد وفاته. ولكن ده كله كان استنادا لتسجيل الطيارة اللي كان فيها الطيار أحمد الحبشي بيسلم كابينة الطيارة لجميل البطوطي، وبعد كده بيروح لدورة المياه.
وبعدها بينخفض مستوى الطيارة، وهو الانخفاض الأول اللي انخفض مستواها زي ما قلت لكم من 33 ألف قدم ل 16 ألف قدم. وبعدها يجي بسرعة أحمد الحبشي وبدأ يصرخ في البطوطي ويقول له: أنت طفيت المحركات، شد معايا الطيارة. وكان ظاهر في التسجيل إن البطوطي ما بيرددش غير جملة واحدة، وهي توكلت على الله. علشان كده كانوا شاكين إن الحادثة حادثة انتحارية. وهو ده التسجيل بتاع الطيارة 990 اللي ظهر فيه البطوطي والحبشي وهما بيتكلموا. ابعد في المكتب. جد معايا. جد معايا. المهم ان بعد ده كله زي ما قلت لكم ان مستوى الطيارة رجع مرة تانية لمستوى 25 ألف قدم. في نظرية تانية بتقول ان فعلا البطوطي هو السبب في ان الطيارة تقع، ولكن ما كانش للانتحار بس للانتقام. ذكر في أحد المقالات لأحد الصحف الأمريكية إن على متن الطائرة دي كان موجود حاتم رشدي رئيس مجموعة طيارات بوينج 767. إن أول ما الحبشي طلع من كابينة الطيارة راح حاتم رشدي للبطوطي وهدده بعمليات التحرش اللي كان بيعملها، وقال له إن دي هتكون آخر رحلة ليه، وإن أول ما هيوصلوا هيتم التحقيق معاه. أول ما طلع رشدي من كابينة الطيارة حصل الهبوط الأول للطيارة 990، واللي قاله أحد الطيارين المصريين وهو الطيار السابق حنوفي طه محمود حمدي. المهم ان النظرية دي تم رفضها تماما لانها كانت مجرد تسريب لأحد الصحف، ما كانتش طالعة من مصدر موثوق فيه او بصفة رسمية. كان في نظرية تالتة بتقول ان كان موجود في الطيارة دي وفد عسكري كان بيتدرب في الولايات المتحدة الامريكية، وكان ضمنهم 3 من خبراء في علم الذرة. واللي قال النظرية دي هو احد الطيارين الالمان اللي كان بيطير في نفس المسار بتاع الطيارة 990، وقال ان في جسم غريب اقترب من الطيارة وبعدها بثواني معدودة وقعت الطيارة في المحيط الاطلنطي. وكان في نظرية رابعة ولكن دي النظرية الأضعف، واللي بيقولوا إن الطيارة كانت متأخرة عن إقلاعها بساعتين تقريبا، وده اللي خلى الرادارات تلقطها على إنها طيارة عدائية، بالتالي تم قصفها. ولكن النظرية دي تم رفضها لأنها كانت يعني غير منطقية، لأن أصلا الرادارات أول ما لقطت إن الطيارة دي اختفت تم البحث عنها، يعني كانت مرتبطة بواسطة الرادارات من أول ما أقلعت لحد ما وقعت في المحيط الأطلنطي. وقالوا كمان إن الطيارة طلعت في الميعاد المحدد ليها، يعني النظرية دي تم استبعادها بشكل رسمي وبشكل كبير جدا. وكده بيبقى فاضل معانا ال3 نظريات، هو ان الطيارة تكون وقعت بسبب انتحار البطوطي، او الانتقام وبرضه بسبب البطوطي، او ان يكون فيها فعلا وفد عسكري، وده وفد كان مستهدف بسبب كمان ال3 خبراء في علم الذرة اللي كانوا موجودين فيه. وفي كل النظريات والفرضيات اللي عماله تطلع، السلطات المصريه وكمان عائله البطوطي كانوا بيرفضوا كل النظريات دي، وكانوا بيأكدوا على فكره ان البطوطي كان راجل سعيد في حياته، وكمان راجل كان متدين، ولكن التدين بتاعه كان معتدل، وكان راجل طيار في السلاح الجوي المصري، وكمان كان بيدرب الكثير من الطيارين، وكان مبسوط في حياته وحالته الاجتماعيه والماديه كويسه، يعني مفيش اي سبب يخليه يعمل كده او انه ينتحر. وكانوا بيرفضوا رفض تام فكرة ان البطوطي هو السبب في الحادثة دي. وكمان قالوا بسبب جملة توكلت على الله اللي كان البطوطي بيرددها، قالوا ان بسبب خبرة البطوطي في مجال الطيران ادرك من الهبوط الاول للطيارة اللي حصل، وكمان في الهبوط الثاني لما فقدت الطيارة المحرك الايسر بتاعها وسرعتها بقت كبيرة جدا، ادرك ان الطيارة دي هتقع لا محالة، وانه كان بيذكر ربنا في لحظاته الاخيرة، يعني ملوش اي علاقة بالانتحار. وقالوا كمان ان سؤال الحبشي للبطوطي لما كان بيقول له انت طفيت المحركات كان مجرد، يعني كان ممكن يكون مجرد سؤال تقني، مش لازم يكون بيسأله او بيوجه له اتهام ان هو طفى المحركات. وده كل اللي قالوه السلطات المصرية. أرسلت مصر للطيران فريق للبحث والتحقيق في الموضوع بعد ما مجلس سلامة النقل الدولي طلع قراره الأخير، وهو أن البطوطي هو المسؤول عن الحادثة دي. ولكن مصر للطيران والتحقيقات المصرية المكثفة أكدت أن السبب في الحادثة هو عطل ميكانيكي أصاب وحدات التحكم اللي كانت موجودة في الطيارة.
موقع الجزيرة عمل تحقيق صحفي واستضاف فيه فيل بريدل، واللي هو مهندس طيران مدني وكمان مهندس لأكتر من 50 سنة، واللي أكد إن هو اطلع على تحقيق مجلس سلامة النقل الدولي، وقال إن هو تحقيق غير منطقي وكمان مثير للشبهات، واللي قال إنهم في التحقيق قفزوا مرة واحدة لأن البطوطي كان بينفذ عملية انتحارية، وتغاضوا عن كل الدلائل اللي كانت موجودة. وكمل كلامه وقال إن الحادث كان في وقت العمليات الإرهابية والإرهاب منتشر في أمريكا، علشان كده أول ما سمعوا في تسجيل الطيارة البطوطي وهو بيذكر اسم ربنا وبيناجي ربنا بكلمة توكلت على الله، قالوا إن هو بيعمل عملية انتحارية بدون أي تفكير أو حتى دلائل مادية. المهم ان كان برضو في نفس التحقيق الصحفي ده رئيس مجلس سلامة النقل الدولي، واللي قال ان المجلس بتاعهم كان بيتحرى الاهتمام والدقة في كل التحقيقات اللي كان بيتحقق فيها، ومن ضمنهم التحقيق الخاص بالطيارة رقم 990، وقالوا انهم بذلوا قصارى جهدهم علشان يقولوا الحقيقة. في 2014 حصل حوادث كتير ليها علاقة بالنوع ده من الطيارات وهو بوينج 767، وطلبت سلطات الملاحة الجوية الأمريكية تعديلات من شركة بوينج لكل الطائرات اللي من النوع ده. وقبل يوم واحد من الحادث تم الإبلاغ على إن في طيارة من نوع بوينج 767 فيها أحد الأعطال، واللي كان سبب إن الطيارة دي تتجنب حادث بشع ومروع زي حادث الطيارة 990. سنة 2000 طلبت إدارة الطيارات الفيدرالية الأمريكية من شركة بوينج التحقق من الطيارات وإجراء فحص شامل عليها، وفعلا تم التأكد من وجود أعطال في الطائرات، وتم تغيير أنظمة التحكم اللي في النوع ده من الطيارات كلها. وبالرغم من وجود دلائل كتير ونظريات وفروض أكتر، إلا أن لحد دلوقتي حقيقة حادثة الطيارة 990 لسه مجهولة والسبب مجهول. أنا من وجهة نظري أن الحادث كان بسبب أعطال موجودة في الطيارة. انتوا بقى من وجهة نظركم السبب ورا حادثة 990؟ اكتبوا لي في الكومنتات السبب ورا الحادثة دي، وهسيب لكم دلوقتي تسجيل للرئيس الأسبق حسني مبارك وهو بيتكلم عن حادثة الطيارة 990، وأسيبكم في رعاية الله وأشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله. لما حصلت قضية الطيارة أنا أول بوصفي أنا كنت بدرس طيران وعارف طيران، أول إحساس على طول بعد ما سمعت قلت مجموعة الديل جرالها حاجة. طيار ينتحر بطيارة ضخمة فيها 200 راكب، أنا لو الكابتن بتاع الطيارة والكوبايلوت اللي جنبي عاوز ينتحر بقى كل البلد دي كلها، أول حاجة أروح خط حياتي واللي ورايا برضه في 4 طيارين تانيين هروح ضربه في دماغهم دوخه وشدوهم ورا. أبسط حاجة. هو حصل حاجه لان من ضمن الكلام بتاعهم اللي متسجل بيقول له شد معايا، وعارفين الطياره فيها كنترول صاير كنترول، بتشد والطياره طلعت تزق قدام تنزل تحت وشد معايا، بيشد والطياره مش عاوز تطلع، يعني معناها مفيش تجاوب في مجموعه الدين، ملهاش حل اخر. اي واحد من الطيارين اتحاد الطيارين في ولا الاخوان بتوع المجلس الاعلى في ربط الطيارين الاوروبيين قال له واحد من الطيارين بتوعنا هناك مصر قال له اسمعوا لكم حاجه، اولا مش هيطلعوا ان في عمليه تخريبيه عشان مطار نيويورك، ولا هيطلعوا انه عيب في الطياره عشان شركه بوينج، هيلبسوها لهم. وده اللي حصل. يعني اصلها 1 زائد 1 يساوي 2. الطياره ما بتجاوبش ليه؟ تشد الكنترول معاك كده عشان الطياره تطلع كده. ما بتشدش، يعني معناها مجموعه الديل منفصله. وفي حقائق كده كانوا مخبيين، يعني اوتوماتيك بايلوت اتقطع مرتين 3، دي كلها شغلانه مالهاش علاقه. هم طبعا حاولوا يداروها عشان شركه بوينج، احنا اصرينا، وحتى انا قابلت نائب الرئيس في اخر زياره بيقول لي بقى انا عاوز اقابلك لوحدك، قعدت معاه قال لي بقى انا عاوز بقى الناس تتعود تعرف ان ده انتحار وبتاع. انا رحت فزعت من على الكرسي قلت له مره